كان فارس شاب في آخر العشرينات من حي شعبي في القاهرة، متربي على الإيد الشقيانة والضحكة اللي بتمسح الهمة مهما كان كبير. أبوه كان عامل بناء، اتوفى وهو عنده 12 سنة، وأمه اشتغلت في البيوت علشان تربيه وتعلمه. فارس كان ذكي طموح، بس الدنيا ما كانتش سهلة عليه. خلص كلية تجارة، بس الشغل لا مكان ولا وسط ولا حتى واسطة. كان كل يوم بينزل من بيته من 7 الصبح، يلف على شركات ومصانع ومحلات، يدور على فرصة، أي فرصة حتى لو هتكون بأقل من حقه. لكنه كان دايما بيرجع آخر النهار بشنطة فيها سندوتش ما تاكلش وعيونه فيها كسرة، وأمه تقول له محدش بياخد رزق غيره يا فارس، استنى وعد ربنا. بس الصبر ليه طاقة. في يوم جات له فرصة في شركة خاصة، وظيفة متعبة، ساعات طويلة ومرتب قليل، لكنه قال أحسن من القعدة. ابتدى يشتغل، ومع الوقت بقى عنده طموح يكبر ويثبت نفسه. بس الشركة ما كانتش بتقدر غير اللي معاهم واسطة. أصحابه اللي دخلوا معاه بنفس الوظيفة سبقوه، اتعينوا، اترقوا، وهو مكانه ثابت. يوم ورا التاني بقى يحس إنه بيشتغل علشان يعيش مش علشان يحلم. وفي وسط ده كله أمه تعب غريب ملوش اسم واضح. راحت للدكاترة، قالوا تحاليل، أشعة، فحوصات، والفلوس مش موجودة. باع تليفونه، سحب من جمعية، استلف وساب شغله علشان يفضل جنبها. وفي ليلة من الليالي والدته بصت له وقالت له وهي بتنهج ما تزعلش يا فارس، أنا كنت دايما بدعي ربنا يرزقك فرحة تعوضك عن كل ده. وماتت بعدها بساعات بعد وفاة أمه. فارس دخل في عزلة، قفل على نفسه الباب وما بقاش يعرف هو مين ولا عايز يعمل ايه. الدنيا فقدت طعمها وكأن كل شيء انتهى، بس اللي حوالينه ما وقفوش. واحد من أصحابه القدامى كريم زاره وقال له أنا فتحت كافيه صغير، تعالى اشتغل معايا نبدأ من جديد. وفارس بدأ من أول السطر، لكن المرة دي كان عنده وجع اسمه اللي فات، وده أصعب من أي بداية. بعد سنة فارس بقى عنده خبرة في الكافيهات وابتدى يحوش شوية فلوس. في يوم وهو بينضف المحل لقى ورقة قديمة في جيبه، كانت من والدته، كانت مكتوبة بخطها بتاريخ قبل وفاتها بيومين، بتقول فيها يا فارس أنا عارفة إنك تعبان، بس أنا مؤمنة بيك، أنت هتوصل حتى لو الطريق طويل. افتكر دايما إن ربنا مش بيأخر غير لخير، وإن التعب ما بيضيعش. وقتها بكى، بس لأول مرة من سنين بكى وهو حاسس إنه أقوى. الورقة دي كانت الدافع، الأمل، الهدية اللي وصلت متأخر، لكنها وصلت.